إنه امتياز كبير وفرح شديد عندما نقف لكي نرحب بكم أنتم في هذه القاعة ولجميع المشاهدين في كل مكان. إننا نشكر الله من أجل برنامج بشرى السلام باللغة العربية. هناك محطات كثيرة تنشر بشارة المسيح للعالم وباللغة العربية، ونحن نتمنى لهم كل بركة وكل نجاح. ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يقفون ويتهمون ويدينون غيرهم ويحكمون عليهم بالظلم. نحن لم نتعلم المسيح هكذا، ولم يعلمنا المسيح هكذا. أذكركم ما هو أو ما هي غاية بشرى السلام. برنامج بشرى السلام مزين بأحلى كلام. غايتنا رفع المسيح بالتعليم وبالتسبيح، بمحبة من قول الحق، لا بالطعن والتجريح. وعلى أيضا مستوى الشخصي هنا، جميع الذين يشتركون بتقديم البرنامج كلنا غايتنا كما قال القديس بولس: حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي صلب العالم لي وأنا للعالم. لم أعزم، قال القديس بولس، أن أعرف بينكم إلا يسوع وإياه مصلوبا، مع أنه كان هو الفيلسوف الذي كتب حوالي 16 رسالة. لذلك أيها الأعزاء، نحن هنا لا نتنافس على مركز ولا لشهرة، إنما لخدمة المسيح ولمجده. صدف كنت طلع بالجريدة وجدت هيدا حل الكلمات المتقاطعة، ويا للعجب كانت تلك الكلمات: طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. وكان هذا هو موضوع الأسبوع الماضي. فكيف حدث ذلك؟ أشكر الله لأن الناس يفكرون بالسلام. وللذين سيشتركون في البرنامج أقول لهم شكرا والرب يبارككم. شكرا للدكتورة سونيا. وأيضا الترانيم ستقدم من نورا وريم. وأيضا هناك صلاة. برنامج الصحي سيقدم من قبل السيدة أوديت سمعان جونسون المختصة بالصحة العامة من جامعة لوماليندا. موسيقى خاصة من الدكتورة سونيا، وأيضا قصة الصغار من السيدة أيرين فرجو. قراءة الكلمة من نبيل فرجو، والعظة من القس جورج خوري. ونحن سعداء بأنه رجع إلينا بعد غياب ليس بطويل. وستكون هناك ترانيم وصلاة ختامية. شكرا. الترنيمة الافتتاحية ترنيمة 169.
دعونا نصلي. أيها الآب القدوس، نرجو حضورك بالروح القدس في هذا المكان وفي كل قلب. أعطنا أن نرفع يسوع في أفكارنا وكلماتنا، وكل ما يحدث في هذا البرنامج يكون لمجدك. أسأل طلبة خاصة لخادمك القسيس جورج خوري أن تقوده وترشده لكي يشارك كلمتك المقدسة معنا. أرجو أن تبارك الحاضرين هنا في القاعة وجميع المشاهدين في كل مكان، وتعطي الجميع السلام، وأيضا أن تذكر المرضى والمضطربين، عسى سلامك يحل في قلوب الجميع. نطلب كل هذا باسم يسوع، آمين. أهلا وسهلا. أنا اشتقت لكم. كانت بعيدة كتير. كانت أنا إذا طلعتوا على الأرض، إذا نحن هون هلأ، أنا كنت من تحت الأرض 10 ساعات بعيد عن هون، وأخذت معنا 20 ساعة تنوصل من عدد الساعات اللي ضلينا بالمطارات فيها. رحلة متعبة كتير، وكل ما كبرت كل ما لقيتها متعبة أكتر. كنت عم بقرأ إنه وقت الواحد بيكون جاي من محل بعيد وتغير الوقت عليه، مثلا 10 ساعات فرق بيننا وبين الميدل إيست، الشرق الأوسط بلبنان، كل ساعة بدك نهار، بده الواحد نهار حتى يرجع للعادة لطبيعته. فأنا هلأ ما صار لي 10 أيام راجعة، ولهالسبب إذا ما عم بفكر منيح لأنه نصي بعده بلبنان نص راسي. وجع المفاصل يلي الكثيرين منا عن اياه، وخصوصا وقت من 40 وطالع بيصير ركابنا بتوجع وراكنا بتوجع، شوي الظهر بيوجع، شوي الكوع بيوجع، شوي الكتف بيوجع. هالاوجاع هيدي يعني اوقات ما بتنيمنا بالفرشه، بس بتزعج لنا نهارنا وما بنكون في عنا نشاط قد ما لازم يكون عنا. فينا نستعمل شيء خصوصا على الركب العصبي يلي بيجي عن كبر، يلي هو من كتر الشغل والتعب بيصير في بالمفاصل هالمرض. كتير بيساعدوا زيت الخروع. إذا بتجيبوا شقفتين فلانل، شو بيسموه فلانل؟ قماش، بس مش أي قماش اللي كان، فانيلا. ثانك يو. فانيلا قد ورقة الكتاب أو الماجازين، وبتغطون شي نص ساعة بزيت الخروع، وبعدين بتلفوا الركبة أو الكوع أو محل اللي عم بيوجع بهالشقفتين مغطيين منيح منيح بزيت الخروع، وبتحطوا فوق منهم شي شقفة نايلون وبتربطوها وبتناموا. بيقولوا تاني يوم بتصير أحسن، بتصيروا أحسن. هلأ أنا ماني مجربتها بقى، إذا حدا منكم شجاع وبيجربها خلوني أعرف كيف كانت النتيجة. جربت أنا مع بعض الناس الفحم، دقينا الفحم وحطيناه بشقفة قماش وغرقناه وحطيناه على المحل الورمان، وبعد ساعات راح الورم.
وبيحطوه كمان اذا في عقصه، اذا عقصه حيه، عقصه شو ما كان، بيساعد بمص السم. هلا اوقات خصوصا هاللي بيطبعوا كتير وقاعدين على الكمبيوتر وعم بيستعملوا الكمبيوتر كتير، الصابيع اوقات بتيبس، بتصير ما في واحد يتعجى، كمان هيدا عصبي لان ما في عضلات بالاصابع، بس في تندنز واشياء مثل هاي. العضلات هي موجوده بالكف بالزند. بصير لازم نستعمل هالعضلات هودي حتى يرتخي الاصبع يصير منيح. فاذا هالعضلات هو لازم نحن نمرنهم، وهون كمان نعمل مساج، والزيت الزيتون كتير كويس للمساج لهالمحلات هي، اذا بنسخنه نتفه صغيره مش كتير لان احسن يكون بس شيء انه فاتر، وبنفرك هالاصبع فيه او بنخليه سخن لمدة بصير احسن. كمان فينا نستعمل المي كتير كتير منيحه. اذا بنجيب مي سخنه، جات مي سخنه وجات مي مسقعه فيها تلج تضل مسقعه، بنحط 3 دقائق الايد او الاجر هالاسم الموجوع منها 3 دقائق بالمي السخنه و30 ثانيه بالمي المسقعه، وبنتبدل 3 مرات وبننتهي بالمي المسقعه. بس ما تكتروا المي، ما تخلوا ايدكم او اجركم مده طويله بالمي المسقعه لانه بيصير العكس، بيصير ضرر. 30 ثانيه و3 دقائق بالسخن. كمان هالوصفه هاي كويسه للرشح والروايه وقت اللي بتكون تعبانه، بتحفوا الصدر. نحن كنا نحط زيت زيتون، مش هيك يا منى؟ ايه، زيت زيتون فاتر اول شيء، وبعدين بنحط يما هيتنج باد يما منشفه، بنحطها مغرقه، بنحطها بالميكروويف تتسخن، وبنشيلها وبنحطها على الصدر، وبنخلي منشفه صغيره بمي مسقعه، بنخلي هاي 3 دقائق، وبنمسك المي المنشفه المي المسقعه بنعصرها وبنفرك الصدر منيح. بنضل نعمل هيك شي 3-4 مرات للولاد الصغار بالنهار منشان يخف الأحة عنهم السعال كمان إذا كان عندهم حرارة. هلا الأبل سايدر، الخل تبع التفاح كتير كويس منشان إذا واحد عنده حكاك أو عنده ألرجي، حساسية لشي نبات مسم. إذا منحط كباية منه بالمغطس ومننام بالمغطس ومنفرك هالمحلات هاي فيه، ومنحطه على ظهرنا وعلى صدرنا وعلى محلات اللي عم بتحكنا، بيساعد كتير. وكمان في القمح، قشرة القمح أو قشرة الأوتس، أوت بران، شوفان، إذا حطيناها بكيس قماش وغرقنا الشوفان اللي بقلبه هالكيس وربطناه منيح وحطيناه بمي سخنة حتى يغلي نتفة صغيرة، وبعدين بنحطه كمان بالتباث بالمغطس، ومنغير منفرك هالمي عليه وحتى المي تصير لونها تقريبا مثل الحليب، ومنقعد فيه او منقعد المريضنا فيه. بيساعد كتير منشان امراض الجلد ومنشان كمان الاشياء المسمه يلي نحن دقرناها مثل البويزن ايفي يلي هو ما بعرف شو هو بالعربي. كمان منيح ان نحط نعمل حمام ملح. منغرق الملح بطاسه بكبايه بشي،
وبنقعد على جنب المغطس، وبنغرق جسمنا وبنفرك حالنا بالملح. اوكي، بعدين بنقعد بالمغطس وبنشيل الملح شوي عنا. بيساعد كتير لانه بيعطي الانسان نشاط، والدوره الدمويه بتصير منيحه. اوكي، هلا اذا عنا وجع بزلاعين ما فينا نبلع، لانه مثل كانه واحد عنده شويه بليدز بزلاعي مقصقصين جوا. لازم نجيب شقفة قماش ونغرقها مي مسقعة ونلفها على الزلاعيم، وبعدين ناخد شقفة صوف أو شال صوف أو شيء ونلفه ونحط دبوس فيه، ووقت مننام للصبح إذا فينا نخلي هالشي كتير بيساعد الزلاعيم. وتاني يوم أنا مجربته هاي وكتير منيح. كمان إذا بتاخدوا قبل ما تناموا شوية شاركول، فحم، حبوب الفحم كتير منيحة لامتصاص الجراثيم اللي بالزلاعيم. كمان بالمعدة بتساعد إنه واحد تتسهل معدته أحسن، وهذا بيساعد على الشفاء. وإن شاء الله ما حدا منكم بيسخن، بس إذا صار شيء معكم صرتوا تعرفوا شو لازم تعملوا. وإلى اللقاء بالحلقة الثانية. اليوم قصتنا بعنوان أسرار النجاح. رجع أديب من المدرسة منزعج، محتقن الوجه، عصبي، ودخل إلى البيت. رآه بابا وبدأ يسأله: ماذا هناك يا أديب؟ لا شيء بابا، فقط هناك أشياء حدثت أزعجتني. وما هي؟ قال له: اليوم اختاروا فؤاد رئيس للطلبة، قائد للطلبة، وفقط هذا ما حدث. قال: وهل أزعجك هذا الأمر؟ لابد أنك كنت تريد أن تقدم وتكون أنت قائد للطلبة. قال: نعم يا بابا، كنت أريد أن أكون أنا القائد. لا أعلم لماذا عينوا فؤاد، ربما لأن لديه واسطة، أو لأنه أحد أقارب المعلمين والأساتذة. قال له بابا: يا أديب،
هناك 5 أسرار للنجاح، وإن اتبعت هذه ال5 أسرار سوف تنجح في حياتك. سأله أديب: وما هي يا بابا؟ قال: أولاً الأمانة. إذا كنت أميناً في القليل فستكون أميناً في الكثير. بابا أنا أمين. قال له: أنت تبدأ بالعمل ولا تكمله، ولا تهتم بما تعمل كثيراً. حسناً يا بابا، وما هو السر الثاني؟ قال له: الاجتهاد. يجب أن تجتهد وتهتم بما تعمل، تعطي من وقتك ومن ساعاتك للشيء الذي تريد أن تعمله. حسناً يا بابا، وما هو الشيء الثالث؟ قال له: العمل الشاق. عندما تريد أن تنجح في عمل معين، هذا العمل يجب أن تركز عليه وتهتم به، ولا تبدأ الشيء وتتركه في الوسط. حسناً يا بابا، وما هو السر أي رقم الرابع؟ قال له: الاجتهاد. يجب أن تجتهد. عندما تبدأ بالعمل وماذا يكون من حولك، يجب أن لا تهتم لأي شيء مما حولك، يكون همك في هذا العمل فقط. وأخيراً يا بابا، ما هو السر الخامس؟ قال له: اللطف. يجب أن تكون لطيفاً، يجب أن يحبوك من حواليك، وأن تكون واسع الصدر وفرح ومساعد ومحب. فكر أديب وقال: بابا، كل هذه الصفات التي ذكرتها موجودة في صديقي فؤاد، وربما هو أحسن مني. هو مثابر، مجتهد، مهتم ولطيف، وكل الطلبة يحبوه. سوف أعمل بهذه النقاط التي كلمتني بها وأعطيتني أسرار النجاح. هناك كاشف للأسرار، اليوم سوف يكلمنا عنه القس جورج. شكراً. قراءتنا المقدسة تأتينا من سفر دانيال الإصحاح 2 والأعداد من 25 إلى 28. حينئذ دخل أريوخ بدانيال إلى قدام الملك مسرعا، وقال له هكذا: قد وجدت رجلا من بني سبي يهوذا الذي يعرف الملك بالتعبير. أجاب الملك وقال لدانيال الذي اسمه بلتشاصر: هل تستطيع أنت على أن تعرفني بالحلم الذي رأيته وبتعبيره؟ أجاب دانيال قدام الملك وقال: السر الذي طلبه الملك لا تقدر الحكماء ولا السحرة ولا المجوس ولا المنجمون على أن يبينوه للملك، لكن يوجد إله في السماوات كاشف الأسرار، وقد عرف الملك نبوخذ-نصر ما يكون في الأيام الأخيرة. حلمك ورؤيا رأسك على فراشك هو هذا. آمين. أنا جد فرح أن أكون معكم من جديد هنا، وبعد أن جلنا لمدة في بعض المناطق، وفرحت أيضا أكثر عندما علمت بأن الزميل القس جبرائيل قد أعطى سلسلة عن التطويبات، وهذه قاعدة الملكوت الأبدي الذي أعطاها يسوع، إذ كل الكتاب أحبه، إنما هنالك متى الأصحاح 5 و6 و7 هي القاعدة الرئيسية للملكوت الأبدي الذي أتى يسوع كي يؤسسه. في كل يوم طبعا نستمع إلى الأخبار أو نقرأ الجرائد. في كل صبح نفتح التلفزيون لنعرف عن الطقس ونعرف عن حركة السير
وفي نفس الوقت نشاهد عن الأخبار وكلها كأنها نعوة، هذا قتل ذاك وطيارة تحطمت وغيرها. كطلبة نذهب إلى المدارس، البعض يتخصصون في علم التاريخ، ندرس في كل سنة في الابتدائية والإعدادية والجامعة تاريخ، منهم من يدرس تاريخ العصور القديمة والعصور الوسطى والعصور الحديثة. لكن في هذا المساء مع بعضنا في أصحاح واحد سنجد مع بعضنا ما سيحدث وما قد حدث منذ 2600 سنة حتى المجيء الثاني للمسيح. إذ اللي جبت معكم الكتاب المقدس اللي رجاء نفتح إلى دانيال الأصحاح الثاني. دانيال عاش حوالي 600 سنة قبل الميلاد، ونحن الآن حتى في 2000 وقدايه، فمن حوالي 2600 سنة وأكثر ما قد دون لنا في سفر دانيال. وهنا نجد قصة أو اختبار الملك نبوخذ نصر. مين ما سمع عن نبوخذ نصر؟ ملك نبوخذ نصر يلي كان على دولة، على مملكة بابل. وكل ملك دايما بيتأمل وبيحلم مين يجي بعده، ابنه. بتظل المملكة مستمرة لنفس العائلة الكريمة، ابنه بعد منه حفيده وهلم جرة. ففي الأصحاح الثاني سنقرأ بعض الآيات مع بعضنا. يقول: وفي السنة الثانية من ملك نبوخذ نصر حلم نبوخذ نصر أحلاما فانزعجت روحه وطار عنه نومه. حلم أحلام انزعج كتير، كان عم بفكر، نام وعم بفكر بهالمملكة العظيمة يلي أسسها واللي بناها، وكيف إنه هو مسيطر ومهيمن، هو كإله. الناس بيطلبوا منه شو بيحتاجوه، وبعد منه ابنه بده يجي بعد منه، وبعده كمان حفيده وهلم جرا، وعم بيحلم وعم بفكر بكل هالأشياء. نام ولا اجى حلم، بينما عم بفكر بالمساء قبل ما نام بالامور حلم انزعج، طار عنه نومه. في العدد الثاني نقرأ: فأمر الملك بأن يستدعى المجوس والسحرة والعرافون والكلدانيون ليخبروا الملك بأحلامه. أعطي الأمر، يدعي كل المتعلمين الفهمانين اللي بينجموا، اللي بيضربوا بالرمل، اللي بيعرفوا بالفلك، الكلدانيين والعرافين والسحرة، يأتوا إلى المملكة. فداع الخبر وأتى الجميع. يقول: فأتوا ووقفوا أمام الملك وقال لهم قصته، حكى لهم حكايته، الشيء اللي عم يزعجوا واللي طارت نومه منه. قال لهم، فقال لهم الملك: قد حلمت حلما وانزعجت روحي لمعرفة الحلم. ما تابع ابتلشوا الكلدانيين والحكماء والسحرة: عيش أيها الملك، خبرنا شو حلمت حتى نقول لك شو معناته، خبرنا شو حلمت. فهنا في العدد اللي بعده الثالث الرابع: فكلم الكلدانيون الملك بالآرامية: عش أيها الملك إلى الأبد، أخبر عبيدك بالحلم فنبين تعبيره. قال لهم هيكون عم تماطلوا، عم بتضيعوا وقت، أنا بريد تخبروني شو حلمت وبعدين تخبروني كمان شو معناته. فأجاب الملك
وقال للكلدانيين: قد خرج مني القول إن لم تنبئوني بالحلم وبتعبيره تصيرون إربا إربا وتجعل بيوتكم مزبلة. بهدم بيوتكم على راسكم إذا ما تخبروني. وإن بينتم الحلم وتعبيره تنالون من قبل هدايا وحلاوين وإكرام عظيما، فبينوا لي الحلم وتعبيره. طلب عسير. كمان الحكماء والسحرة والمنجمين جاوبوا قالين، قالوا فأجابوا ثانية وقالوا: ليخبر الملك عبيده بالحلم فنبين تعبيره. مرة ثانية عم بيشددوا: رجاء جلالة الملك خبرنا شو حلمت، أما نحن تنعرف شو حلمت. أجاب الملك وقال: إني أعلم يقينا أنكم تكتسبون وقتا إذ رأيتم أن القول قد خرج مني، بأنه إن لم تنبئوني بالحلم فقضاؤكم واحد، لأنكم قد اتفقتم على كلام كذب وفاسد لتتكلموا به قدامي إلى أن يتحول الوقت، يمضي الوقت. فأخبروني بالحلم فأعلم أنكم تبينون لي تعبيره. إذا خبرتوني الحلم ساعتها برتاح شو بتقولوا لي، شو معناته. لاحظوا معي أيها الأعزاء الموجودين هنا واللي عم تسمعوا في أي مكان، شو حتى السحرة والمنجمين والكلدانيين عرفوا وين حدودهم وأقروا واعترفوا بالإله السماوي. فقالوا وأجابوا، فأجاب الكلدانيون قدام الملك وقالوا: ليس على الأرض إنسان يستطيع أن يبين أمر الملك، لذلك ليس ملك عظيم ذو سلطان سأل أمرا مثل هذا من مجوسي أو ساحر أو كلداني. والأمر الذي يطلبه الملك عسر. لاحظوا هالكلمات يلي فيها أقروا معترفين. شو قالوا؟ وليس آخر يبينه قدام الملك غير الآلهة الذين ليست سكناهم مع البشر. اعترفوا بحدوده، اعترفوا بأنه في قوة أقوى منهم، في مين خلق السماء والأرض يلي هو اللي بيعرف كل شيء. إذا صدر الأمر من الملك تقطع رؤوسهم، ووصل الدور إلى دانيال ورفاقه. دانيال لاحظوا معي عن الطلب اللي طلبه، قال: رجاء يعطينا جلالة الملك بعض الوقت. فوصل الكلام إلى الملك، قال: إذا بدهم مهلة بعطيهم مهلة. أيها الأعزاء لاحظوا كيف دانيال ورفاقه الثلاثة شدرخ وميشخ وعبدناغو هالأربعة كيف صرفوا الوقت. تعرفوا كيف صرفوا الوقت؟ راحوا واستنجدوا بالقوة السرمدية، بالإله يلي مش سكناهم ليس مع البشر. تلشوا يصلوا ويتضرعوا. يقول حينئذ بعدد 17 الأصحاح 2، دانيال الأصحاح الثاني عدد 17: حينئذ مضى دانيال إلى بيته وأعلم حنانيا وميشائيل وعزاريا. هذا أسماء الرئيسية لكن غيروا لهم أسماء في بابل، هذا كانوا مسبيين. وعزاريا أصحابه بالأمر ليطلبوا المراحم من مين؟ من قبل إله السماوات من جهة هذا السر. اتضرعوا لأن كانت وضعهم بين حياة وموت. أيها الرب الإله طلبوا هنا، طلب منا الملك
شيء، لكن حياتنا هي لا شيء، إنما خلينا نشهد إلك من أجل اسمك القدوس. طلبوا بكل لجاجة، بكل حرارة، قال لكي لا يهلك دانيال وأصحابه مع سائر حكماء بابل. شو بتعرفوا؟ تحبوا تسمعوا شو كانت النتيجة؟ يسوع اللي قال اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. إله السماء موجود، وكان موجود وقريب. صحيح هو ساكن بالسماء، لكن هو قريب من كل واحد منا. أمين؟ استنجدوا بالمعرفة السماوية. بعدد 19 يقول لنا: حينئذ لدانيال كشف السر في رؤيا الليل. شاف على كأنه فيلم سينمائي، ظهر لدانيال شو الملك حلم. شو بتفكروا عمل دانيال؟ دغري ركض، خليني اروح، صرت انا بعرف. يما كيف اتصرف عندما الله اظهر له شو الملك حلم. بتحبوا تعرفوا شو عمل؟ صلى وشكر الرب يلي استجاب له. لاحظوا معي هالكلمات اللي قالها دانيال، بعد مش ندري أسرع وركض لعند الملك، أخذ وقته حتى يشكر الرب اللي استمع إلى صلواته. يقول: فبارك دانيال إله السماوات. أجاب دانيال وقال: ليكن اسم الله مباركا من الأزل وإلى الأبد، لأن له الحكمة والجبروت. شو قالوا الله؟ له الحكمة والجبروت، وهو يغير الأوقات والأزمنة، يعزل ملوكا وينصب ملوكا، يعطي الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهما. وهذه أول كلمة عن كاشف الأسرار موجودة بدانيال أصحاح 2 4 مرات. كاشف الأسرار، وهنا في صلواته نوجد أول مرة فيها يقول: هو يكشف العمائق والأسرار، يعلم ما هو في الظلمة، وعنده يسكن شو؟ النور. إياك يا إله آبائي أحمد وأسبح، الذي أعطاني الحكمة والقوة وأعلمني الآن ما طلبناه منك، لأنك أعلمتنا أمر الملك. صلاة من كل قلبه، لأنه هذه نجت حياته ونجت حياة رفاقه ونجت حياة السحرة والمنجمين، أيضا نجت المملكة. شكر الرب قبل ما يذهب، وبعدين ذهب إلى أريوخ الرئيس الحرس القومي، الحرس الملكي، ودغري أريوخ دخل إلى الملك وقال له: وجدت شخص يلي بيقدر يعرفك. دخل دانيال، ولاحظوا عندما الملك سأل دانيال وشو كان جواب دانيال. هذه كانت قراءتنا يلي قرأها لنا اليوم. عندما دخل إله أجاب الملك وقال لدانيال الذي اسمه بلتشاصر: هل تستطيع أنت على أن تعرفني بالحلم الذي رأيت وبتعبيره؟ عندما دخل دانيال عند الملك قال له: أنت بتقدر تخبرني شو حلمت وبتقدر تفسر لي شو معناته؟ لاحظوا أيضا معي جواب دانيال، مثل ما ذكرت القصة أنه كان متواضع وأمين ولطيف، وأعطى المجد لمن يستحق له المجد، والإكرام لمن يحق له الإكرام، والسجود لمن يحق له السجود. فلاحظوا معي شو كان جواب دانيال.
أجاب دانيال قدام الملك وقال: السر الذي طلبه الملك لا تقدر الحكماء ولا السحرة ولا المجوس ولا المنجمون على أن يبينوه للملك، لكن يوجد إله وين؟ في السماوات، شخص أسير كان مأسور دانيال، عم بيوقف قدام مين؟ الملك يلي كان يعتبر نفسه إله، لكن أقر واعترف بالإله السماوي عندما قال له: لكن هنا يوجد إله في السماوات كاشف الأسرار، وقد عرف الملك نبوخذ نصر ما يكون في الأيام أيمتى؟ الأخيرة. حلمك ورؤيا رأسك على فراشك هو هذا. الملك عم يسمع، من بعد ما أعطى السجود والإكرام لله يلي عنده بيعرف كل شيء، كاشف الأسرار، راد يعرف الملك شو بده يصير من أيامك لحتى الأيام الأخيرة. قال: أنت أيها الملك أفكارك على فراشك صعدت إلى ما يكون من بعد. مين بده يحكم بعد مني؟ هذا وكاشف الأسرار، مرة ثانية، وكاشف الأسرار يعرفك بما يكون. أما أنا فلم يكشف لي هذا السر لحكمة في أكثر من كل الأحياء، مش لأنه عندي أي شيء أفضل من غيري، أنا إنسان بسيط عادي، لكن عندي علاقة مع إله السماء يلي بيعطي الحكمة لمن يطلب منه. ولكن لكي يعرف الملك بالتعبير ولكي تعلم أفكار قلبك. هلأ من بعد ما أعطى المقدمة من عدد 31 ابتدى دانيال يخبر الملك شو الملك حلم. مين صار عنده المعرفة؟ دانيال، لأنه الله أظهر له هي بعد ما صلى واتضرع. قال: أنت أيها الملك كنت تنظر وإذا بتمثال عظيم. هذا التمثال العظيم البهي جدا وقف قبالتك ومنظره هائل. استفاء الملك، صحيح هذا اللي شفته، تمثال هائل عظيم جدا، لكن ابتدى يفسر له عن التمثال. هذا التمثال عجيب غريب لأنه مش مصنوع من معدن واحد، مصنوع من عدة معادن. تلش من عدد 32 قال له: رأس هذا التمثال من ذهب جيد، صدره وذراعاه من فضة، بطنه وفخذاه من نحاس، ساقاه من حديد، قدماه بعضهما من حديد والبعض من خزف. صحيح هذا اللي شفته، تمثال عظيم هائل مصنوع من عدة معادن. وبعدين تابع دانيال وقال للملك: كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين، فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما، فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معا، وصارت كعصافة البيدر في الصيف، فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان. أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا كبيرا وملأ الأرض كلها. هذا هو الحلم، فنخبر بتعبيره قدام الملك. مفهوم؟ هنا دانيال خبر الملك نبوخذ نصر شو اللي حلمه.
أعطاه المحتويات، بعدين ابتدى يعطي التعبير والتفسير. وقديش صعب لدانيال يقول هالكلمات، لأنه مثل ما ذكرنا الملك كان بيفكر إنه المملكة بدها تظل له لأولاده لأحفاده، وتظل مملكة بابل، اسمها بابل البابليين. قال: أنت أيها الملك ملك ملوك، لأن إله السماوات أعطاك مملكة واقتدارا وسلطانا وفخرا. بسط، قال له: أنت كل شيء، وحيثما يسكن بنو البشر ووحوش البر ويطور السماء دفعها ليدك وسلطك عليها جميعها، فأنت هذا الرأس من ذهب. قال له: الرأس من ذهب بيرمز إلك وإلى مملكتك، إلى بابل. لكن لاحظوا الكلمات اللي بعد منها، قال له: وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك، لأن الفضة مش تمين قد الذهب، الذهب الخالص. ومملكة ثالثة أخرى من نحاس فتتسلط على كل الأرض. وبعد منها بده يكون مملكة رابعة صلبة كالحديد، لأن الحديد يدق ويسحق كل شيء، وكالحديد الذي يكسر تسحق وتكسر كل هؤلاء. وبما رأيت القدمين والأصابع بعضها من خزف والبعض من حديد، فالمملكة تكون منقسمة ويكون فيها قوة الحديد، من حيث إنك رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين، وأصابع القدمين بعضها من حديد والبعض من خزف، فبعض المملكة يكون قويا والبعض قصما. وكمان تابع: وبما رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين، فإنهم يختلطون بنسل الناس. ولاحظوا الكلمات اللي قالت من 2600 سنة وأكثر: فلا يتلاصق هذا بذاك، كما أن الحديد لا يختلط بالخزف. فهنا دانيال قال له: أنت هو الرأس من ذهب، لكن بعدك بدها تجي مملكة تاني أصغر منك، وبعد منها بده يجي مملكة ثالثة، وبعد منها بده يجي مملكة رابعة قوية مثل الحديد. لازم بينما ندرس في التاريخ بنعرف الحوادث، شو اللي جرى، تاريخ العالم من وقت نبوخذ نصر ملك بابل إلى أن يأتي يسوع المسيح للمرة الثانية، ومجيئه قريب جدا كما سنرى. فمملكة بابل دامت حتى سنة 539 قبل الميلاد. وبعد مملكة بابل مين اجا؟ مادي وفارس، أتوا الفرس. ونقرأ إذا بينما نستمر في المواضيع سندرس ماذا حدث وكيف صار السقوط، المملكة التي لا تنكسر، كيف أن اندحرت وانكسرت، أتى الفرس، مملكة مادي وفارس. ومملكة مادي وفارس ابتدت في سنة 539 إلى سنة 331 قبل الميلاد. وبسنة 331 قبل الميلاد ماذا جرى؟ مين منا سمع عن الإسكندر ذو القرنين؟ فحد ما سمع عنه؟ الإسكندر الكبير في معركة أربيلة انتصر على جيوش الفرس، وتأسست مملكة الفرس، مملكة اليونان. وبعد اليونان أيضا في سنة 168 قبل الميلاد اندحرت مملكة اليونان وأتى من؟ الرومان. ونعرف بأن يسوع للمرة الأولى عندما ولد في بيت لحم من القديسة مريم العذراء كان على زمن مملكة الرومان، وكانت صلبة كالحديد. لكن هنا نقرأ بعد ذلك يقول:
بأن أصابع القدمين بعضها من حديد والبعض من خزف، فبعض المملكة يكون قويا والبعض قصما. وبما أنك رأيت الحديد مختلفا بخزف الطين، فإنهم يختلطون بنسل الناس، ولكن لا يتلاصق هذا بذاك، كما أن الحديد لا يختلط بالخزف. وتماما بقيت مملكة الرومان إلى سنة 476 بعد الميلاد. انكسرت دولة الرومان، مملكة الرومان، وانقسمت إلى دويلات أوروبا. وهذه بعض الدول: ألمانيا، فرنسا، إنجلترا، أسبانيا، سويسرا، إيطاليا، البرتغال، النمسا، هولندا، والبلجيك. 10 دول اللي كانت منها مملكة الرومان. وذكر هنا بأنهم يختلطون بنسل الناس. شو معنى يختلطون بنسل الناس؟ بواسطة التزاوج. هذا يتزوج الأميرة، تلك الأميرة، حتى يقول لنا التاريخ بأن ملكة إنجلترا كانت أم وجدة كل ملوك أوروبا، ولكن لم يتوحدوا، لأن الكتاب يقول لا يتلاصق هذا بذاك. جربوا وسعوا. أيضا كانت هنالك محاولات عديدة جدا لتوحيد دول أوروبا، ولكن الكتاب يقول لا يتلاصق هذا بذاك. كتبت هذه الكلمات من 2600 سنة أيها الأعزاء. فمن بعض الذين حاولوا توحيد هذه الدول: شارل الخامس، شارلمان، لويس الرابع عشر، نابليون بونابرت، هتلر، جميعهم حاولوا، وجميع محاولاتهم باءت بشو؟ بالفشل، لأن كلمة الله تقول لا يتلاصق هذا بذاك. ثم نقرأ الآن عدد 44 من دانيال الأصحاح الثاني، فيقول: وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك، وهي تثبت إلى أين؟ إلى الأبد. ولأنك رأيت أنه قد قطع حجر من جبل لا بلا يدين، فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب. الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا. الحلم حق وتعبيره يقين. إذن في أيام هؤلاء الملوك هذا الحجر الذي ضرب التمثال فسحق الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب، وصارت جميعها كعصافة التي تدريها الريح. عندما أقرأ هالكلمات صارت كعصافة. بتذكر عندما كنت روح مع الوالد تنحصد الزرع وندرسه بعدين على النورج، ونوضع كومي هيك ونذريه بالمدرات، كيف الشيء الناعم 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 كان يطير لبعيد كعصافة، شيء لا يذكر. التبن يبقى محل أبعد شوي، والقمح الصافي يبقى أقرب شيء، لكن العصافة كشيء تذريها الريح أصبحت. أيها الأعزاء، أود أن أسأل: في أي عصر وفي أي وقت نعيش نحن بالنسبة للتمثال؟ هل نعيش في عصر الرأس الذي هو من ذهب؟ هل نعيش في عصر الصدر والذراعين من فضة؟ هل نعيش في عصر الفخذ من نحاس؟ الأقدام قدمين من حديد؟ الأصابع عندما انقسمت إلى دول أوروبا والصراع والمحاولات؟ نحن نعيش في آخر لحظة من تاريخ العالم.
نسمعها على كل لسان كل يوم. نحن عايشين في آخر أيام، وهذه ستكون مواضيعنا إن شاء الله في الأسبوع القادم واللي بعده. تنشوف شو هالعبارة، ليش عم بيقول الناس هالكلمات، لأنه عايشين نحن في آخر لحظة من تاريخ العالم. لكن أود أن أقرأ وأتابع ماذا حدث عندما دانيال خبر الملك نبوخذ نصر. حينئذ خر نبوخذ نصر على وجهه وسجد لدانيال وأمر بأن يقدم له تقدمة وروائح سرور. فأجاب الملك دانيال وقال: حقا. لاحظوا، المجوس والسحرة اعترفوا بأنه اللي بيعرف سكناه ليس بين البشر. دانيال قالها في صلاته، وقال أمام الملك مرتين: يوجد إله في السماء كاشف الأسرار. والآن نوجد المرة الرابعة، تعرفوا مين عم بيقولها؟ نبوخذ نصر نفسه. لاحظوا شو قال: حقا إن إلهكم إله الآلهة ورب الملوك، وشو كمان وكاشف الأسرار، إذ استطعت على كشف هذا السر. الأعزاء، الله الذي يعرف كل شيء عنكم وعني هو كاشف الأسرار. هو يعرف ما نمر به، يعرف لا لكي يديننا، لكنه لأنه يحبنا ويريد أن يكون معنا، ويريد أن يشجعنا ويقوينا ويمنحنا البركة. البعض منا لربما نمر في مشاكل مادية، مشاكل عائلية، مشاكل ضعف نريد نتقوى عليه. الله يعرف كل شيء عنك وعني، كاشف الأسرار، كل شيء مفتوح أمامه. والله يطلب منك ومني أن نسلمه حياتنا، أن هو الذي يعرف كل شيء عنا، أن نأتي ونلجأ إليه. وكما صلى دانيال أن نصلي، أن أعترف بضعفي ونقول: يا رب أنت خذ بيدي وأعني. ونسمع لكلمات يسوع الذي قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. هو الذي قال كما البرامج والمحطة عن السلام: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. نعرف بأن نعيش في آخر لحظة من تاريخ العالم، وعلينا أن نسلم حياتنا له، وأن يكون هو الكل والكل في حياتنا. فنقول: يا رب خذ بيدي وأعني، أنا عليك متكل. هذا دعائي وصلاتي لكل واحد منا. الترنيمة الختامية ترنيمة رقم 174.
نصلي. أيها الرب الإله، صلاتنا هو اختبرني يا الله وعرف قلبي واهدني طريقا أبديا، لأن نسأل هذا باسم يسوع الذي علمنا عندما نصلي نقول: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.